اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض كيكه القلبان، كيكه التريليتشا، كيكه الحليب التركيه، القشطوطه اللي بكل مسمياتها ما يختلفش عليها اتنين. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناها ازاي. في البدايه هعمل طبقه الكيكه. هضيف 2 بيضة في البول عندي، وهضيف عليهم كوباية من السكر. هضيف عليهم كمان 2 ظرف من الفانيليا. لو ما عندناش فانيليا باودر ممكن نستبدلها بالفانيليا السايلة. وبالمضرب كده على ايدينا هنقلب كل المكونات السايلة مع بعض بالشكل ده كده، ونقلب السكر كويس مع البيض والفانيليا. بعد كده هننزل بنص كوباية زيت، وهننزل كمان بكوباية واحدة من اللبن. وكده دي بقية المكونات السايلة، ونقلب تاني كده كل المكونات مع بعض. كده احنا ضفنا كل المكونات السايلة، هنخلطهم بقى كده مع بعض كويس جدا قبل ما نضيف ليهم المكونات الجاف. بعد كده هننزل بكوبايتين من الدقيق منخولين كويس جدا، عليهم رشة ملح وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونقلب كله مع بعضه كده لحد ما تختفي اي تكتلات من الدقيق ظاهرة معانا. بعد ما قلبنا خليط الكيك كويس جدا واختفت منه كل تكتلات الدقيق، ننزل بقى بيه في صينيه اي مقاس بتفضلوه، صينيه بايركس او المونيا اي حاجه عندكم، ولمسه زيت خفيفه جدا ما نكترش، وخبطتين حلوين كده للصينيه علشان نوزع خليط الكيك. ندخله على فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180. دلوقتي هنحضر طبقه الكريمه. معايا هنا 2 ظرف من الكريم شانتيه. ده كريم شانتيه شركات دريم يعني عادي، اللي حابب بقى يعمله بكريم شانتيه سايب او موجود عنده كريم شانتيه سايب مفيش مشكله. انا في مكان مش متوفر فيه حد بيبيع كريم شانتيه سايب فانا هعمله بده. وهضيف عليه كوبايه من الميه المتلجه، كوبايه ميه ساقعه جدا. لو حابين تستبدلوها بكوبايه من اللبن مفيش مشكله، بس انا حابه يكون طبقه الكريم شانتيه تكون ما فيهاش دسم، لان طبقات الكيكه كتير جدا، فحابه ان اختصر شويه موضوع الدسم ده وتبقى اخف معايا. فهضيف بالميه وهتبقى النتيجه واحده، وهتعملوه بلبن او بميه الاتنين صح. وكده خلاص قوام الكريم شانتيه تقل وبقى تمام جدا. زي ما قلت لكم الميه الساقعه هي اللي هتخليه يبقى بالقوام ده، وسواء عملتوه بقى بمضرب كهربائي او على ايدينا هيطلع معاكم بابسط الامكانيات جميل جدا وما شاء الله قوامه ممتاز. بعد ما خرجت صينيه الكيك من الفرن واتاكدت انها استوت وبقت تمام، نسيبها بقى تبرد كده شويه، ونجيب بقى عود شيش طاووق او توث بيك اي حاجه موجوده عندكم في البيت، ونبتدي نخرم بيها الكيك كويس من كل الجوانب علشان لما اجي اسقيها لبن تتشرب معايا كويس جدا اللبن وتبقى جوسي كده وطريه وما تنشفش معايا. دلوقتي بقى هنبتدي نسقي الكيك باللبن. طبعا مهم جدا ان احنا نسيب الكيك يبرد خالص قبل ما نسقيه، تمام. والتريليتشا بقى من الحاجات اللي بتحب اللبن الكتير جدا، كل ما توصيتوا بيها كده في اللبن كل ما كان طعمها حلو معاكم وطلعت طريه جدا وجوسي وهتعجبكم قوي. ما تقلقوش لو في لبن متركز في الجوانب هتتشربوا حالا. بعد ما نسقيها بقى هندخلها التلاجة كده تبرد شويه وتتشرب كل اللبن اللي سقيناها بيه. دلوقتي بقى هبتدي اضيف طبقه الكريمه، اوزعها كده بقى بمعلقه او بسباتيولا الاريح بقى ليكو، ونبتدي نوزعها كده على كل جوانب الصينيه لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. وبعد كده دخلها تاني التلاجة برضو تجمد، وبعد كده نرجع بقى نضيف طبقه الكراميل. بعد ما طبقه الكريمه جمدت طبعا خرجناها من التلاجة وحضرنا بقى صوص الكراميل اللي كنت عملته معاكم الفيديو اللي فات على القناه. هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس اللي حابب يرجع له. نبتدي بقى نصب صوص الكراميل في النص كده، في الوسط كده ثبتوا ايديكم، وبعد كده ابتدوا حركوا الصينيه. هيبتدي يكسي معاكم الصينيه بالشكل ده كده ويغطيها من كل الجوانب بتاعتها. بعد كده هندخله تاني التلاجة برضو طبقه الكراميل تمسك شويه معانا، وبعد كده نقدمه. بعد ما طبقه الكراميل جمدت حطيت شويه من الكريم شانتيه في كيس تلاجة او في كيس حلواني اي حاجه موجوده عندكم، ونبتدي بقى نمشي كده خطوط كده بالكريم شانتيه. دي بقى اللي هتعمل معانا الشكل الجميل بقى لكيكه التريليتشا. بعد ما رسمنا خطوط الكريم شانتيه هنيجي هنا بقى بعود الشيش طاووق ونمشي بطول الصينيه كده رايح جاي رايح جاي. هتدي معاكم شكل بيرفكت. انا بموت في الشكل ده، بيدي شكل روعه للكيك لما تيجوا تعملوه. على قد ما هو بسيط وسهل بس بيطلع تحفه، وعلى قد كمان ما خطوات التريليتشا كتير شويه بس النتيجه هتعجبكم جدا، لان دي ألذ كيكه ممكن تعملوها في حياتكم. يا سلام على جمال الطبقات، طبقة الكيك مع الكريمة مع صوص الكراميل، حاجة بجد تحفة وجوسي قوي. يلا بقى جربوا التريليتشا وقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو. باي باي.